في فيديو النهاردة هنعرف ان شاء الله مع بعض ايه الطريقة الصح والانسب للمذاكرة في الكلية لكل الكليات الطبية. مش كده وبس، كمان هنعرف ان شاء الله مع بعض طريقة المذاكرة بالانجليزي ان شاء الله في كل الكليات، تمريض، اسنان، بشري، اي كلية في المجال الطبي ان شاء الله. يبقى الفيديو ده ليك. يعني انا متابع وناس كتير بتقعد تبعت لي زي ده احنا مش فاهمين حاجة. ممكن محاضرة مثلا يقعدوا محاضرة واحدة يقعدوا فيها تقريبا حوالي 4 أو 5 ساعات بس كمذاكرة. ناس كتير مش فاهمين حاجه قدام الدكتور كده، بيروحوا ويجوا تقضيه واجب وخلاص. فمشاكل كتير بتقابلكم، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع بعض باذن الله مش هيكون عندك اي مشكله خالص. بس يعني انا زعلان منكم كده، لان انا كنت منزل كورس مصطلحات طبيه وللاسف محدش شافه. هنتكلم مع بعض كده، يعني من اخ بيكلم اخواته، يعني زي ما احنا يعني متعودين مع بعض. انت بتكون قاعد في المحاضرة، الدكتور بتاعك بيشرح، انت للأسف بتكون قاعد كده فاتح بقك مش فاهم حاجة. او مثلا دكتور بيدي 100% من طاقته، بس انت كطالب بيكون استيعابك تقريبا من 20 ل 30%، وحوالي 70 او 80% يعني ساقط منك او واقع منك. فالكورس بتاعنا ده يعني هو كورس مجاني، الناس اللي ما شفتوش، كورس مجاني، وان شاء الله اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. الكورس ده لو انت فاهم بنسبة 20 او 30% ان شاء الله هيزودها لك ل 40 او ل 50%. فقبل اي حاجة كده لازم تكون يعني متابع الكورس ده. هو 5 حلقات، يعني حاول تبص عليهم بصة كده قبل ما تشوف الفيديو بتاعنا. دي اول حاجة كنت حابب اتكلم عليها في فيديو النهاردة. طيب، في حاجة بتقابل ناس كتير، ممكن انت تكون بتذاكر في صفحة واحدة بس تقعد فيها ساعتين او 3، فاتح الترجمة كده مش عارف تعمل ايه، مش عارف مين يودي على فين، وتدخل المحاضرة كلها تترجمها، وبيحصل حاجات غريبة كده. ده كمان غير الناس اللي عايزين برامج للترجمة او ترجمة المصطلحات الطبية. ما تقدرش يا جماعة، ان شاء الله في الفيديو ده باذن الله ان شاء الله لو انت سمعت كلامي بالحرف الواحد باذن الله مش هيكون عندك اي مشكله خالص. يلا بينا نخش في صميم الفيديو بتاعنا النهارده. الحاجات اللي هتكلم فيها دي حاجات مهمه جدا 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 واساسيه، لازم تكون عارفها قبل ما تبدا مذاكره. هقول لك بالظبط 5 حاجات. اول حاجه منهم هو ان لازم يكون عندك صبر لا نهائي ولا محدود، لازم تكون صابر على قد ما تقدر. انت مش هتفتح ترجمه وتذاكر من هنا خلاص انت هتخش تقفل، لا مش كده. سنه اولى دي في كل الجامعات او في كل الكليات بتكون سنه استكشافيه. يعني انا مش بتكلم على الترم الاول، لا، السنه الاولى كلها بتكون سنه استكشافيه. عايز اقول لك حاجه كمان، ان سنه اولى دي اسهل واصعب سنه في حياتك كلها. طيب منين اسهل ومنين اصعب؟ انا هقول لك. هي اسهل في الكونتنت بتاعها، في المحتوى. طبيعي محتوى سنه اولى غير تانية غير تالتة غير رابعه غير خمسه، دي حاجه طبيعيه جدا. بس الفكره في المستوى نفسه، انت ان شاء الله هتتعود بس بالوقت. فانا عايز يكون عندك صبر وما تيأسش خالص، وعلى قد ما تقدر، على قد انت ما هتتعب والله على قد ما ربنا هيديك. يبقى سنه اولى زي ما عرفنا سنه سهله جدا، بس في نفس الوقت سنه صعبه جدا. ليه؟ لان الناس بتقف عند حته الصبر دي. الناس مثلا ممكن يعني تقعد ساعتين 3 وتيأس، لا خلاص يا جماعه انا هحاول او انا هسقط، انت فاهم بتحس كده، او انت بتقول انا مكاني مش في الكليه دي او مش في المجال ده. بس انا عايزك ما تيأسش، الموضوع والله بيجي واحده واحده، فاسمع كلامي. تاني حاجه معانا هو ان لازم يكون عندك حصيله كبيره جدا، او يعني حصيله محترمه من المصطلحات الطبيه. لو تفتكر كده ما انت كنت في ثانويه عامه ايام ما كنا بناخد ترجمه كده في ثالثه ثانوي والكلام ده كله، كان المدرس بتاعك بيديك ورقه طويله كده فيها مصطلحات عشان تنفعك في الترجمه بتاعتك، او في الباراجراف او في الايميل او كان في الحاجه اللي انت بتمتحن فيها. بيديك حاجه كده عشان ان شاء الله اما يعني تخش في الترجمه وتعرف تحل كده مبقاش عندك مشكله خالص. فنفس الكلام ده هيكون عندنا او ينطبق على القطاع الطبي. لازم يكون عندك حصيله مصطلحات طبيه يعني حلوه شويتين 3. خد بالك انت طبعا مش هتكون ملم بنسبه 100% في كل المصطلحات الطبيه، لا بالعكس، ده يعني احنا بنخلص وبنتخرج وبنشتغل وبنتعين. حتى يعني الناس الكبار جدا في المجال لسه بيتعلموا كمان وبيترجموا، فالموضوع ما هوش عيب خالص. يعني كل ما تكبر كل ما الليفل بتاعك يكون اعلى، كل ما انت يعني تقدر تواكب التغيير اللي بيكون عندك. تالت حاجه معانا، وده خطأ ناس كتير منكم بتعمله في المذاكره او لما يجوا يذاكروا كده بيقعوا فيه على طول، الا وهو انك بتترجم كده المحاضره او السلايدات ببعضها كده. المحاضره كلها مثلا 15 سلايد او 20 سلايد او 30 و40 كمان، وانت بتترجمهم وتذاكرهم بالعربي. ده غلط. انت امتحانك ان شاء الله الميد ترم واخر السنه والفاينل عموما يعني بيكون كله بالانجليزي، مفيش حاجه عربي خالص يعني. فاللي انت بتعمله ده غلط. عشان كده انا عايزك تبدا صح عشان ان شاء الله تنهي كل حاجه صح. الترجمه بس بتكون يعني باراجرافات كده او حاجات صغيره ان شاء الله هنشرحها مع بعض. رابع حاجه معانا ودي هتاخدنا لاول نقطه الا وهي الصبر. بص يا شباب، الكلام مفيش اسهل منه. ناس كتير منكم هتشوف الفيديو ده وناس كتير هتستفاد من الفيديو ده، بس انا عايز اقول لكم ان في ناس اكتر مش هتعمل بالفيديو ده ومش هتستفاد بيه. ليه؟ لان الناس دي هتيأس، هتتعب، تقول لك لا. بصوا يا شباب، سنه اولى في الكليه دي يعني اللي تعب فيها اكتر. بصوا والله 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 انا مش ببالغ، بس انا تقديري في سنه اولى
اقسم بالله كان اسوأ تقدير ليا على مدار الخمس سنين بتوع الكليه. انتوا متخيلين ازاي؟ لان سنه اولى بكون داخل مش فاهم حاجه، مش عارف حاجه، محدش نصحني ومحدش قال لي حاجه، بس في تانية تقديري علا، تالتة بقيت امتياز، رابعه بقيت امتياز، لحد الحمد لله بفضل من ربنا اتخرجت بتقدير تراكمي يعني امتياز. الفكره كلها في انك تبدا صح، ابذل مجهود دلوقتي، وان شاء الله بعد كده الموضوع بالنسبه لك هيكون اسهل شويه في المذاكره، اسهل شويات. يعني الترجمه واحده واحده هتبدا تقل معاك، بس في البدايه ترجم على قد ما تقدر. انا لو فضلت اقول لك من هنا للسنه الجايه ان الترجمه مهمه جدا مش هتصدقني. خامس حاجه والاخيره معانا هو ان مش كل حاجه تترجم. انا اعرف ناس بتجيب لي اعلان بتترجمه، حتى اسم الدكتور تحت الناس بتترجمه كمان. لا يا شباب، مش كل حاجه بتترجم خالص. طيب يا عم زياد، انت كده قلت لي 5 نصايح المهمين بتوعنا النهارده قبل ما ابدا مذاكره، يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه اول ما نذاكر. طيب خلاص، انا كده سمعت النصايح بتاعتك وان شاء الله انا هعمل بيها. طيب انا هبدا اذاكر، اعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا، هتجيب معاك مثلا نوته صغيره كده او كراسه ايا كان، سميها كده او اكتب عليها من فوق، او يعني اعرفها بالاسم ده، اكتب عليها انا مش سمكه. ايوه بالظبط، سميها الاسم ده انا مش سمكه، سواء نوته بقى او كتاب او كراسه او اي حاجه، سميها انا مش سمكه. ليه؟ هنعرف بعدين. خلاص احنا كده جبنا النوته بتاعتنا والسمكه بتاعتنا. خلاص احنا كده جبنا النوته بتاعتنا وسميناها الاسم ده، هنبدا نذاكر. هنذاكر بقى سواء الدكتور بعت لك سلايدات، بعت لك المحاضره على واتساب، على تليجرام، صورتها طبعا ايا كان، بس المحاضره تكون معاك. طيب خلاص المحاضره معايا، انا هفتحها كده هبص عليها بصه سريعه. يعني مثلا فلنفترض مثلا ان المحاضره بتاعتنا 15 سلايد او 15 شريحه، انا هبص عليهم كده شريحه شريحه. وليكن مثلا شفنا اول سلايد، طيب هبص فيها. السلايد الواحده بتكون متكونه غالبا من 4 أو 5 سطور، يا عم ممكن يكون 10 لو الدكتور مفتري شويه. انا هبص كده عليهم بعيني، انا هشوف ايه الكلمه الاصعب او ايه الحاجه اللي انا مش عارفها، واعلم عليها بماركر كده او قلم فسفوري او اي قلم يعني لونه مختلف عندك. هتعلم على الحاجه اللي انت مش عارفها او انت مش عارف معناها، وهتعمل كده على كل الكلمات اللي انت مش فاهمها واللي انت مش عارفها. طيب فلنفترض مثلا ان هم مثلا يعني 7 8 سطور، طلعت منهم ب5 6 كلمات مش عارفهم، مفيش مشكله، جميل جدا. ووارد طبعا عشان الناس اللي هتكتب في الكومنتات، وارد ان ال10 سطور دول انت تكون ما تعرفش فيهم ولا كلمه، عادي وبتحصل، مفيش فيها اي مشكله خالص. الفكره كلها ان ده مبدا وعايزك تمشي عليه. هتمشي على سلايد كده، تشوف الكلمات اللي انت مش عارفها وهتعلم عليها كده بماركر او يعني باي حاجه عندك. تمام خلاص علمنا عليها، هنروح جوجل نترجمها. انت بتستخدم برنامج مصطلحات مفيش مشكله، جوجل، بس بصراحه انا كزياد بفضل جوجل. ايا كان البرنامج اللي هقولك عليه ان شاء الله في نهايه الفيديو بتاعنا، هتروح تترجم. خلاص انت ترجمتها كده، هتكتبها في الكراسه بتاعت السمكه. تمام، انا مش سمك، هتكتبها كده مثلا الكلمه هنا وجنبها معناها كذا، كلمه هنا معناها كذا. الفكره ان انت عملت زي ديكشنري خاص بيك او حاجات انت مش عارفها، عشان اول ما تفتح كده خلاص الحاجات دي ثبتت في دماغك. يعني الفكره كلها انا عايزك تحفظ الكلمات دي زي ما كنت بتحفظ في اعدادي وفي ثانوي. معلش عارف الموضوع ممكن يكون رخم، بس انت والله مش هتمشي في المذاكره الا بالطريقه دي. طيب هعمل كده في كل المحاضرات وفي كل المواد، ايوه في كل المحاضرات وفي كل المواد، لان فهمك للمصطلح نفسه هيسهل لك حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب بقول لكم ايه، لو انت ما فهمتوش حاجه انا هجيب لك مثال واضح وحي قدامك، وهجيب لك كده محاضره. بص انا مش بتكلم كتير، يلا بينا كده على الشاشه بتاعتنا نشوف مع بعض هنذاكر ازاي. ازيك يا شباب، رجعت لكم من تاني على الشاشه بتاعتنا عشان نشوف مع بعض هنذاكر ازاي وهنعمل ايه لو قابلتنا حاجه احنا ما نعرفهاش، او طريقه المذاكره الصح ايه. انا جبت محاضره عادي جدا، جبت محاضره، انا دلوقتي خلاص طالب زيك. هنشوف مع بعض هنذاكر ازاي. المحاضره بتاعتنا عن الجهاز الهضمي او الدايجستيف سيستم. طيب اول حاجه عندنا هنا اسمها الماوس. طبعا الماوس معروفه جدا من اولى ابتدائي عادي، اسمها اللي هو الفم. طيب نقدر نترجم مع بعض كده ونشوف الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. اتفقنا مع بعض ان شاء الله ان الحاجه اللي هي مش واصله لنا او يعني مش فاهمينها هنحط عليها او هنعلم عليها. نقرا هنا responsible for the intake of food. كلمه mastication، ايه mastication دي؟ مش فاهم حاجه، حط تحتها خط عادي جدا. chewing refers، ايه برضو chewing دي؟ مش فاهم فيها حاجه، برضو اعمل خط. طيب refers to the mechanical and chemical breakdown of food. طيب كلمتين انا معرفتهمش، مستيكيشن او تيونج. طيب الكلمتين دول يا ترى معناهم ايه؟ زي ما اتفقنا مع بعض هنروح جوجل او هنروح اي ابلكيشن احنا بنرتاح على الترجمه او بنشتغل معاه ونترجمهم. مستيكيشن معناها المضغ، كلمه تيونج برضو نفس المعنى. مستيكيشن او تيونج معناها المضغ. يبقى الكلمتين دول حطهم في القاموس بتاعك يلا عشان تبدا تذاكر، وهنفضل ان شاء الله ماشيين بالطريقه دي. طيب نقرا بقى من تاني. responsible for the intake وفود، مسؤول عن ان هو ياخد الفود او الطعام
دي اول حاجه. طيب تاني حاجه بقى بيقول لك ايه؟ مستكيشن او تشيوينج او المضغ بيشير الى ايه؟ الى التكسير، البريك داون اوف فود، تكسير الفود الميكانيكال والكيميكال. سيبك من الكلام ده كله، بس يعني الفكره اللي كنت عايز اوصلها لك ان هو بيقول لك ان المضغ ده هو عمليه تحويل او تكسير الطعام عن طريق مثلا قوه ميكانيكيه وقوه كيميائيه. طيب اللي بعدها معانا بتقول saliva contain two enzymes salivary amylase hydrolysis of starch into sugars. ايا كان الكلام اللي مش فاهمه ده برضو مفيش مشكله خالص، ما فهمتش حاجه هعلم على كل حاجه انا مش فاهمها. كلمه saliva دي معناها ايه اصلا؟ مش عارف، مفيش مشكله، بس كلمه saliva معناها اللعاب. يعني دي اللعاب برضه حطها في القاموس بتاعك. انا كزياده انا الحاجات دي انا كده عارفها، عشان كده ما ترجمتش من كتر ما استخدمتها كتير. فانت ان شاء الله يعني بمرور الوقت كده والترجمه الكتير هتكون زيه واحسن مني كمان. طيب saliva contain two enzyme، انزيم سهله يعني فيها نوعين من الانزيمات او انزيمين. في اسمه salivary amylase، اسمه كده، اسمه يعني هو اسمه كده ملوش ترجمه. كلمة اميليز دي مش هتترجم، هو اسمه كده اصلا، يعني هو اسمه salivary amylase. ده يعني باختصار هنا بيقول لك معناه ايه؟ hydrolysis of starch into sugar، اللي هو بيكسر او بيحول starch into sugar. طب يا عم زياد، يعني ايه اصلا كلمة starch دي؟ انا مش فاهم معناها ايه. starch دي اصلا يعني هي برضه ملهاش معنى. starch ده نوع من انواع زي الملح او الباودر كده، تمام؟ طيب and lingual base. lingual، كلمة lingual معناها ايه؟ لو انت واحد مذاكر المصطلحات الطبية صح تعرف ان lingual جاية من كلمة التانج او اللسان. برضه مفيش مشكلة، مش عارفها هتكتبها برضه. طيب break down of fats to fatty acid، بيكسر الفاتس الدهون الى فاتي اسيد الى احماض امينيه. طيب كذا احنا شفنا مع بعض كده الجزء الاول بتاعنا، الحاجه اللي انا ما فهمتهاش انا حطيت تحتها خط وخلاص انا عرفتها حفظتها. مستيكيشن او تيونج معناها مضغ، السلايفا معناها لعاب. نفس الكلام ينطبق على سليفر امينيز، في حاجات كده يعني هي باسمها كده. طيب خش مثلا على الاسوفيجاس. طيب اصلا ايه كلمه اسوفيجاس؟ انت مش عارف مفيش مشكله خالص، ترجمها. اسوفيجاس معناها المريء، بس الحاجات طبعا اساسيات الاناتومي عندك. طيب نمشي بعض كده واحده واحده. The esophagus is a muscular tube of approximately 25 centimeters in length and 2 centimeters in diameter. ما فهمتش حاجه، مفيش مشكله برضو، عادي جدا. طيب الاسوفيجاس عارف ان هو المريء، تمام. طيب ايه muscular tube دي؟ مش فاهم ايه muscular tube. كلمة muscular معناها تيوب او تيوبة عضلية او انبوبة عضلية. كلمة muscular معناها عضلي، يبقى تكون عارف ان muscular معناها عضلي. لو انت مش عارفها اكتب برضه عندك، او اي حاجة انت تقابلك مش عارفها اكتبها عندك. طيب اوف، ايه كلمة approximately؟ مش مهم يعني، دي ملهاش دعوة. اعتقد ان الكلام يعني واضح قدامك، بيقولك ان هي عبارة عن 25 سم في طولها. يبقى في كلمات مش لازم تترجم، الكلمة دي مش عاجباك يا باشا مفيش مشكلة شيلها خالص، يعني ما اثرتش في المعنى عادي. طيب وكمان 2 سم in diameter. diameter معناها ايه؟ معناها قطر، يعني قطرها 2 سم. طيب مكتوب هنا كده slow rhythmic squeezing. كلمة مش يعني أنا مش فاهم إيه الإنجليش ده كله العجيب ده. كلمة ريزم معناها إيقاع، يبقى slow rhythmic squeezing يعني إيقاع عصر يعني بطيء. طبعا لو إحنا ترجمنا بالعربي هنروح في داهية، في حاجة اسمها إيقاع عصر والهبل ده كله، بس أنا بشرح لك الموضوع ماشي إزاي. أو باختصار يعني moves food into stomach. moves food into stomach. مش فاهم حاجة مفيش مشكلة، أنا هشرح لك. اتفقنا مع بعض ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الاسوفيجاس او عن المريء. بيقول لك الانبوبه دي كلها مسؤوله عن ان هي ايه؟ عن ان هي تنقل الفود من هنا فين؟ لحد الاستومك، لحد المعده. ده باختصار الاختصار يعني زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طيب مثلا نشوف هنا قدامنا كلمه ستومك دي بقى. بيقول لك ايه هي الفانكشن بتاعتها او معناها ايه اصلا. acts as a storage tank. معنى ايه storage tank؟ storage دي يعني زي تانك تخزين كده، او بتعين فيه الاكل بتاعك. طيب اللي بعده site of food breakdown and mixing. المكان اللي الفود او الطعام فيه بيتكسر وبيتمكس كده مع بعض. طيب تفضل ماشيين مع بعض عادي جدا، اي كلمه تخضك حط تحتها خط كده وروح ترجمها. كلمه مثلا اللي مش عارف ايه اسيد ده اسمها هيدروكلوريك اسيد او حمض الهيدروكلوريك، عادي مفيش فيها مشكله خالص. انا عايز اوصله لك زي ما اتفقنا مع بعض ان انت اي حاجه مش فاهمها روح على طول وحاول انك يعني تترجمها واكتبها عندك، وان شاء الله مش هيقابلك اي مشكله خالص. طيب عندنا هنا الفانكشن اوف ذا digestive سيستم. اهميه الدايجستيف سيستم ايه؟ طيب مع بعض كده واحده واحده. عندك كلمات شبه بعض، عندك ingestion
وعندك digestion، مش يعني defecation كمان، مش فاهم حاجة، مفيش مشكلة، هنمشي مع بعض واحدة واحدة. اسمها ingestion، taking food and liquid into mouth. in بعمل in او ادخال، بدخل taking food liquid into mouth، دي اسمها ingestion. طيب اللي بعدها اسمها حاجة اسمها secretion. secretion مش فاهم معناها ايه، بيقول لك secretion of digestive enzymes and other substances. طيب سيبك من العك ده كله، كلمة secretion معناها زي يعني سوائل، او الفكرة ان انا يعني مش فاكرها بالعربي قوي، بس انت حاول ترجموها. انا يعني الفكره ان السكريشن دي بتكون السوائل، او سوائل عباره عن ممكن تكون بص، او ممكن تكون مثلا فلويدز عموما، او سوائل او افرازات، يعني ده الاسم الصحيح ليها يعني الافرازات. طيب كلمة digestion، digestion معناها الهضم طبعا، جاي من digestive system، الجهاز الهضمي. معناها ايه؟ break down، تكسير of ingested food، بكسر الطعام المهضوم او المهضم بطريقة ميكانيكال and chemical. تمام. طيب الابسوربشن بقى معناها passage of nutrients into the blood. absorption معناها امتصاص، امتصاص. طيب كلمة defecation دي معناها ايه؟ defecation معناها يعني الشخص يعمل stool او waste substance leave the GI tract through anus. anus معناها ايه؟ معناها طبعا الشرج او فتحة الشرج. defecation معناها الاخراج، عملية الاخراج بشكل عام. طيب يا عم زياد، السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ او ايه اهمية اللي انا بعمله ده؟ اهميته كده بكل بساطة انك مثلا لازم تكون عارف معنى كلمة ingestion والفرق بينها ما بين مثلا الدايجستشن. هيجيلك سؤال في الامتحان ويقول لك مثلا taking food and liquid into mouth، اختيارات كده بين قوسين، هل ده يا ترى الدايجستشن ولا الانجستشن ولا الديفيكيشن مثلا؟ طبعا انت لازم تكون عارف ترجمتها عشان تعرف تحل ان دي اسمها الانجستشن. انجستشن نفس الكلام ينطبق على الدايجستشن، الهضم. هيجيلك مثلا يقول لك ايه هو البريك داون اوف انجستد فود ميكانيكال اند كيميكال. تعرف ان الانجستشن ماهوش الانجستشن. فالفكره كلها انت لازم تترجم اي حاجه انت مش عارفها عشان الموضوع يكون بالنسبه لك سهل. تمام. مثلا الكلمات اللي قدامنا دي constipation معناها مثلا يعني امساك. كلمة هيموريدز معناها مثلا البواسير، ضيارية مثلا يعني اسهال. ايا كان اي حاجة ممكن تقابلك كده عشوائي، خش عليها كده وحاول ترجمها، مفيش اي مشكلة ان شاء الله هتقابلك خالص يعني. عندك مثلا من السين والسيمس العلامات بتاعت الكونستيبيشن او بتاعت الامساك هنا قدامك، مثلا يقول لك ايه؟ ريكتال فولنس اور بريشر، بتحس ان الشخص كده يعني عايز يدخل الحمام. طيب يكون في بين اون ديفيكيشن، بيكون في الم اثناء الديفيكيشن، اثناء عمليه الاخراج، او inability to pass stool، مش قادر ان انا يعني اعمل او يدخل الحمام. ده كده باختصار الاختصار يعني تكون عامل ازاي. فبس بس كده. كده يا شباب، وبكده نكون عرفنا الطريقة الأنسب للمذاكرة في الكلية لكل الكليات الطبية. طيب خلاصة الكلام كده يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي، هتذاكر يبقى هتترجم، هتترجم يبقى هتذاكر. سنة أولى ما هي إلا عبارة عن ترجمة في ترجمة في ترجمة، وتعب في تعب في تعب، وزيهم ترجمة في ترجمة في ترجمة. شوف أنا كررت كلمة ترجمة كم مرة من بداية الفيديو، كل ما تترجم كل ما هتعرف أكتر. فاهمين ازاي؟ انا قلت في البدايه ان السنه الاولى سنه سهله وسنه صعبه. سهله في الكونتنت والمحتوى بتاعها، لو اي حد من رابعه هيبص عليه كده ايه التفاهه دي. لو انت ثانويه عامه بتبص الاحياء والكيمياء والفيزياء، بصيت على مثلا احياء او كيمياء او فيزياء بتوع اولى ثانوي، ايه التفاهه دي او بتاعت اعدادي؟ يعني الحاجات دي تافهه جدا بالنسبه لي. فاهمين ازاي؟ طيب انت دلوقتي اما بقيت في كليه طبيه بتبص على ثانويه عامه برضو، ايه التفاهه دي؟ يعني عادي بالنسبه لك. فالفكره كلها انت في مرحله، فانا عايزك تكون مؤهل تماما انك تكون قدها. ان شاء الله لما تكون في رابعه كليه هتبص كده على نفسك في سنه اولى او ثانيه تقول لك يا ريتني انا كنت ذاكرت او ترجمت على قد ما اقدر. نفس الكلام ينطبق ان شاء الله في ثانيه وثالثه ورابعه. الناس اللي بتتابعني او اكيد هم عارفين كده، الكونتنت بيكون اصعب يعني، وبيكون المحتوى كبير جدا والعمل بيكون اكبر ومستشفيات وكلام من ده. بس انت خلاص فهمت الطريقه وعرفت الدنيا بتكون ماشيه ازاي، مش هيقابلك اي مشكله هنا. بس يعني طريقه المذاكره مش بتكون سهله لانك لسه بتبتكر او بتكريت طريقه مذاكره لنفسك. فبس كده فيديو النهارده كان بسيط وخفيف. ارجوكوا 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 التزموا بالحاجات اللي قلتها في الفيديو بتاعنا النهارده، وترجم على قد ما تقدر. وقت مثلا ما انت مش فاهم حاجه وقعت منك، افتح الصفحه او السمك اللي احنا قلنا عليها وبص شوف انت كاتب ايه بخط ايدك، وان شاء الله انت مش هتنساها تاني، وده وعد مني ليك. في نهايه الفيديو محدش ينسى يشوف كورس المصطلحات الطبيه اللي انا كنت منزله وانا زعلت منكم بسببه. يا ريت تشوفوه، ده والله في مصلحتكم وان شاء الله هيعجبكم جدا. بس كده فيديو النهارده خلص. لو انتوا
انتوا استفدتوا بجد، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، وابعتوا الفيديو ده لاي حد في اي كليه طبيه في مصر، لان ان شاء الله هيستفاد. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، ومحدش ينسى يعمل لي فولو على الانستجرام، وشكرا.